أسلم وعمره 30 عاما، ومات وعمره 36 عاما. لما استشهد يوم الخندق نزل من السماء 70,000 ملك يشيعون سعد بن معاذ. سألتكم بالله، أسلم وعمره 30 واستشهد 36، ما الذي صنعه سعد في 6 سنوات حتى ينزل من السماء 70,000 ملك يشيعون جنازته؟ بل إن الأعظم من ذلك أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إن أحدا من أصحابك الليلة مات. يا محمد، لقد اهتز لموته عرش الرحمن. 6 سنوات من إسلام واهتز. ماذا صنعتم في حياتكم؟ ماذا قدمتم لله؟ نحن تمضي بنا السنين والشهور ونحتفل بها. ماذا قدمنا لله؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ اخباركم ايه؟ حبيت ارحب بيكم كده واديكم معلومة كده في اول الفيديو. هنعمل كده فطار سريع. عملت سندوتش سريع كده وعملت شاي بالقرنفل. معنديش نعناع، النعناع اليومين دول ما لقيتوش حلو. تمام. دخلت بقى ايه، قلت الم الغسيل عشان انشر مكانه. هلم كده الغسيل وهنبتدي برضو ايه نطبقه كده مع بعض. اكتر حاجة بتبقى تقيلة على ست البيت ان هي يعني تلم الغسيل وتركنه، اللي هي تطبقه بقى. لا، هي ممكن تغسل وتنشر وتعمل كذا يعني كذا غسلة في نفس اليوم وتنشرها، انما ساعة التطبيق بيبقى هم تقيل قوي على قلبها. فانا منكم يعني صراحة، يعني مش هقول لكم يعني ان انا بشيل وبطبق وبعمل على طول، لا. ساعات بيبقى عندي مهام او حاجات لازم اعملها الاول. يعني مثلا لو عندي اكل هياخد وقت، لا، بشغل الاكل الاول، او يعني بشغل النار على الاكل الاول، وبعد كده اقعد بقى براحتي بقى ايه الف اخد جولة كده في الشقة. تمام. هقعد بقى ايه اطبق، وخصوصا ان الهدوم هدوم الولاد، فطبعا لا لازم اطبقها. ونشوف كده ايه ورانا ايه اليوم ده يا بنات. انا كنت ناوية اكمل تنظيفات المطبخ اللي احنا بدأناها. انا فعلا بقالي فترة مش عارفة، الكسل ماسكني، التعب، مهتمة شوية علشان داخلين بقى خلاص على نص السنة. مش عارفة، في شوية حاجات كده بتشغلك. فان شاء الله انا بعمل يعني اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، ان احنا عملنا الحيطة بتاعة الحوض، ظبطناها وعملناها. طبعا لازم ما انساهاش ان انا بقى مثلا خلاص عملتها انساها بقى، لا، لازم امسحها بقى كل شوية، والحوض برضو باستمرار انضفه. فاضل لي بقى ايه الحاجات التانية اللي هي الحوائط التانية، فهعملها. وان شاء الله ايه نتشاركها كده ايه مع بعض باذن الله. نبتدي كده ايه نطبق. انا بحط الفوط مع بعضها، وبحط زي ما انتم شايفين كده الفانيلات بعملها ايه، اللي بنص لوحدها، واللي بكم لوحدها، والتقيل لوحده، والخفيف لوحده. وبالنسبه للترنجات او البيجامات بحط الترنج وفي قلبه البنطلون، بحيث مثلا ان انا اعود، يعني مش هقول محمد، لا، اعود اروى ان هي مثلا اقول يا اروى خشي هاتي غيار، تبقى عارفه هي داخله تجيب ايه وداخله تعمل ايه. تمام. انا طبعا بحاول ان انا احافظ على ترتيب الدولاب، فانا حاطه الفوط فوق مع الفوط الصغيره والحاجات دي بتاعت الولاد. وهنا الملايات، طبعا رف الملايات ده عايز يتظبط. وهنا تبع اروى، وانا جايبه لها البوكس ده علشان احط لها فيه الشرابات. احنا لمينا الشرابات، قلت لها حطيها في البوكس بتاعك على ما ادخل. طبعا يعني مش هقول لكم اليوم ده كان يوم اجازه بتاعها، فحطيتهم كده وخلاص. فانا ايه خلصت التطبيق وهبتدي ان انا اظبط الشرابات تاني في مكانها. تمام. اهم حاجه بس ان انا حطيتهم في مكانهم يعني. فانا لما اقول لها هاتي الغيار بتاعك، تخش تجيب الترنج على بعضه، تتعلم ان في نظام، تتعلم ان في حاجه على بعضها، ماما عامله كذا، يبقى انا يعني مثلا ايه ما بهدلش الدنيا. قلت بقى ايه ادخل قبل ما تشغل بقى في شغل البيت وكده. هدخل بقى اعمل ايه، اتبل الفراخ. نزلت بنات السوق، طبعا جبت فراخ. الكيلو وصل عندنا في اسكندرية 43 جنيه، والله الله المستعان صراحة يعني. هتبلها ببصلة وفصين توم كده كبار. التوم ده كبير فباين ان هو 4، لا هما فصين بس كبار. وهحط طماطمايه وقرن فلفل، وكمان هحط معلقة كبيرة من الكاتشب. ممكن تشيلي طماطم وتحطي كاتشب، ممكن
تحطي صلصة، ممكن ما تحطيش كاتشب خالص. وحطيت ليمونة كاملة، وهحط ملح وفلفل اسود، وهحط كمان بهارات 7 بهارات، وهحط معلقة كبيرة قوي من الزعتر. الزعتر خطير مع الفراخ واللحمة والحاجات دي، بيبقى حلو قوي في التتبيلات يا بنات. حط بقى ايه 7 بهارات اهو. هبتدي بقى ايه اضرب في الخلاط كده. الخلاط بتاعي ما كانش راضي يعني يلف يعني، تمام. فانا عملت ايه، حطيت حوالي معلقتين ميه يا دوبك بس الخلاط يلف. انا مش عايزاه عصير، مش عايزاه طماطم يعني، فايه انا عايزاه ايه سمك كده، حاجه بسيطه. هنزل بقى بالتتبيله الخطيره دي. ممكن تحطي معاها معلقتين زبادي او علبه زبادي لو عامله كميه كبيره. ممكن تحطي برضو نص كوبايه لبن زي ما انت حابه، بس قللي كميه اللبن شويه عشان ما يبقاش سايل. هبتدي بقى اتبل كده الفراخ. بصوا يا بنات، انا جايبه فرخه 2 كيلو وحاجه بسيطه يعني، تمام. فما شاء الله انا بقطع الفرخه 8. شلت منها الصدر. انا اتعودت بقالي فتره بجيب الفرخه زياده عن 2 كيلو، بس ما تعديش ال 2 كيلو ونص طبعا. يعني ايه بقسمها، اشيل الصدر اخليه خالص، احطه في الفريزر ينفع لاكله تانية ووجبه تانية. يبقى انا كده ما عملتش فرخه كلها وتيجي بقى تشويها وتاني يوم محدش يرضى ياكلها يعني، وخساره الحاجه غاليه يا بنات. تمام. هبتدي بقى ان انا ايه يا بنات، زي ما انتوا شفتوا كده غطيتها وركنتها على جنب. فانا عامله الوراك مع مع الاجنحه مع الكبد والقوانص والكلام ده بتاع الفرخه. وما شاء الله المناب كان كبير يعني وحلو. بصوا دي الفخده اللي هي بتاعه الورك نفسه. جيت بقى اخش بقى وعملت بقى كل اللي ورايا. لقيت زوجي بيكلمني يقول ان هو هيجي بدري من الشغل، يعني هو طلع بالفعل من الشغل وجاي. قلت لا، اما اقوم اعمل بسرعه ايه الغدا. ف زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت طبعا يا بنات الفراخ في التلاجة وغطيتها. زي ما انتم شفتوا كده معايا، انا قطعت خضار. بصوا من خيرات ربنا، جزر في جزر، بسلة، كوسة. بصوا بتدي طعم حلو قوي. هغطيها بقى بفويل. وانا حاطه في التتبيله يا بنات زيت، بس عشان نسيت اقول لكم وانا بجهزها. هحطها بقى في الفرن وهنرجع تاني. طبعا جهزت الاكل ده كله لاني كنت مستعجله والوقت خلاص كان ازف. عملت معاكم الرز بالشعريه قبل كده، وزوجي طلب مني ان انا اعمل طبق فته كده، معرفش ايه علاقته بالفراخ بس يلا مش مشكله. وعملت طبقين من لسان العصفور. بصوا الفراخ شكلها عامل ازاي. انا ما زودتهاش ميه خالص يا بنات، خالص ما زودتش الفراخ ميه، لان كده كده غطيتها بورق زبده وورق فويل علشان تحبس بقى تستوي كده منها فيها، والخضار مستوي وزي العسل. ما خدتش معايا يعني الا ساعه الا ربع. والفته خطيره طبعا، ولسان العصفور عملته معاكم. كل الحاجات دي عملتها معاكم قبل كده. طبعا قعدت كده ذاكرت مع اروى شويه، ورجعنا مع بعض شويه. وابتديت ايه ان انا الم بقى كل المواعين، بما ان بقى زوجي قاعد مع الولاد شويه. طبعا ما قدرتش اصور وهو موجود. آه، ظبطت بقى الرخامه. انا عندي لازم يبقى في رخامه فاضيه ان انا اقدر اشتغل عليها. لميت مواعيني بقى ولميت حالي وظبطتها ولمعت الدنيا كده. بصوا احلى منظر في العالم يعني. اوريكم بقى احنا عملنا ايه. بصوا يا بنات، انا حاطه تحت هنا الحاجات الاطباق اللي هي يعني مش طقم، او الحاجات اللي مش على بعضها. وحاطه فوق الكوبايات والكاسات. كان طبعا في رسومات وفي حاجات، فانا ايه قلت لا انا هعمل بالمتاح عندي. لا انا هعمل الحاجه اللي تنفعني. الناحيه التانية طبعا فاضيه، ما فيهاش اي حاجه لسه ايه هظبط لها يعني حاجات في الدولاب. حطيت هنا بقى المجات والكوبايات والحاجات دي. في طبعا الاطباق لسه مغسوله. هنا بقى حاطه كام كاس كده اللي هو ايه يبقى جنب مني يعني تحت ايدي. اتمنى فيديو النهارده ميبقاش تقيل عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.